البلد والمنتخب خط احمر. اللي حصل بالموضوع وحتى نبدي بالتسلسل الكامل للفكرة. دانييلو السعيد ابدى امتعاضه من ابو ظبي وليس الان. السبب ليس مشكلة في عدم اشراكه اساسي ولا غيرها، اساسا اللاعب ما شايف تصريح المدرب، هاي ياخذوها مني. المسألة مسألة شخصية. اللاعب دانييلو السعيد مولود بتشيلي، والدته الله يحفظها تشيلية ووالده عراقي، يتنقل بين اسبانيا وتشيلي وصار سنين لهم الناس خارج البلد. نعم ابدى رغبته بالبداية بتمثيل المنتخب الوطني ونقلت اوراقه وكل التفاصيل تمت على خير ما يرام، واللاعب كان عنده رغبة عارمة بتمثيل المنتخب. اللي حصل وهذه سأقولها وخلي تحسب علي، اي شخص يريد يتحدث كلام خليه يتحدث، لكن حتى نفصل الحقيقة التامة. دانييلو طلب من بعثة المنتخب الوطني او من ادارة المنتخب الوطني ان يكون معاه في الفندق الجيرل فريند وشقيقته. وهذا مسألة او هذه مسألة ما صاير. ها لا هاي معلومتي دكتور. معلومتك مو دقيقة. اذا مو دقيقة معلومتي خلي اكملها ارجوك دكتور. كمل ارجوك خلي اكمل، واذا عندك معلومة يمي. عندي معلومة 100. ردها. هاي المعلومة من داخل المنتخب الوطني. مو صحيح دكتور خلي اكمل معلومتي ارجوك. كمل. طلب هذا الطلب في ابو ظبي، ناس يقول لك احنا تحفظنا على الموضوع وما اثرناه وما حكينا بيه. اللي حصل بان صار امتعاض من اللاعب وبدأ يتذمر. من بعدها اجى للدوحة، وانا البارحة دافعت عن اللاعب. من بعدها اجى للدوحة وطلب نفس الطلب. الاخوان في ادارة المنتخب الوطني اوصلوا هاي المسألة الى كاساس. كاساس قال هذا تمرد، واذا افتح الباب بهذه الطريقة لازم اللاعبين كل من خل اقولها بصريح العبارة، لازم كل من يجيب حبيبته وصاحبته وخطيبته وزوجته ويدخلون للمنتخب خلاص بعد ماكو منتخب. انا مؤتمن على كل كلمة اقولها، والله شاهد علي. اللي يريد يكذبني من الجمهور يكذب، بس واجهوني بأدلة، واي شخص ايضا من الحاضرين خلي يواجهني بأدلة. اللاعب خلاص ما يمثل العراق بعد ابدا. اذا شكرا دانييلو على قدمته. العراق اكبر منك، المنتخب اكبر منك. انا البارحة ما تحدثت ولا جبت طاري الا بعد ان انتهت القضية وبعد ان اصبح دانييلو خارج المنتخب وما عنده الرغبة يمثل المنتخب. انا قلت ستوب، هنا يجب ان تتضح الحقيقة حتى كل شيء ينتهي. ولا انا شنو مصلحتي اجي افرد هذا السيناريو الكامل بدون اي ادلة؟ والله على ما اقول شهيد.